يقول الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والحقيقة إن الآية دي تدل سبحان الله على عظمة الخالق جل في علاه، ولكن من المعاني الجميلة اللي فيها هي مدى رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالإنسان، وسبحان الله مدى إعراض الإنسان عن عبادة ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بلطفه وكرمه بسط الأرض ومد الأرض، ومع إن الأرض كروية الشكل أو بيضاوية الشكل ولكن إحنا بنقدر نمشي عليها براحتنا، وجعل فيها رواسي جبال عظيمة نتأمل فيها فنصل إلى عظمة الخالق جل في علاه، وفي نفس الوقت فيها فوائد عظيمة. وربنا سبحانه وتعالى كمان جعل في الأرض أزواج بهيجة، يعني أنبت فيها الحبوب والثمار وأنبت فيها فواكه كثير نتنعم بها. ربنا سبحانه وتعالى كان قادر أن يخلق الأرض كلها قائمة على رزق واحد، الإنسان بيأكل أكلة واحدة رز فقط، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بعث البهجة في الأرض من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومن لطفه. وكذلك احنا ندعو ربنا سبحانه وتعالى ان كما انعم علينا في الدنيا بهذا الخلق البهيج ان هو يزدنا من انعامه في الاخره وفي الفردوس الاعلى مما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعيم لا يتخيل. سبحان الله، لما تذوق من نعيم الدنيا تتذكر ان نعيم الاخره خير من هذا بكثير، وده يزيدك حماس ويزيدك اكثر ان انت تعمل عشان تصل الى رحمه ربنا سبحانه وتعالى في الفردوس الاعلى. نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون وإياكم من أهلها.